حرامي في أوضة لبس مانشستر يونايتد. تخيل انك ناشئ في مانشستر يونايتد بس حرامي. بالمعنى الحرفي حرامي. ومش بس كده، بتسرق جزم الأساطير زي رونالدو وروني وغيرهم. وكل ده ومحدش لسه يسمع عنك غير انك الموهبة اللي جاية على الطريق. بس للأسف مسيرتك تنتهي وانت لسه عيل صغير بسبب السرقة. رافائيل موريسون ده كان لاعب مانشستر يونايتد، ولعب كمان في لاتسيو في الدوري الإيطالي، وكان مكسر الدنيا وأرقامه تشهد. ومش بس كده، ده ملوك التدريب كانوا في وقت من الأوقات بيتخانقوا عليه. بس زي كل مرة مفيش موهبة عظيمة إلا لما تضيع نفسها. موريسون دمر نفسه باللامبالاة وعدم الاهتمام بموهبته اللي اتحكى عنها حكايات. رافائيل موريسون كان من اكتشاف السير أليكس فيرجسون، وكان جوه مانشستر أهم من لعيبة زي بوجبا. وفي يوم من الأيام في تدريبات مانشستر يونايتد، فيرجسون جاب اللعيبة الكبار زي بول سكولز وراين جيجز وقال لهم اتفرجوا على الأسطورة اللي جاية للنادي، ووصفه بأنه أجمد من روني نفسه. وكمان قال إن اللاعب ده قدامه فترات قليلة ويحطم أرقام روني. مش بس كده، فيرجسون كان بيدمر لعيبة الدفاع برافائيل موريسون، وده اللي قاله ريو فرديناند. وقال إن فيرجسون كان بيثق فيه بشكل أعمى، وكان دايما بيحاول يدربه بشكل أكبر. موريسون بعد ما خلص لعب ولقى إنه خلاص اتدمر ومش لاقي نادي حتى يقبله وإنه ضيع مستقبله، زود الطين بلة وقال تصريح خطير. موريسون قال وهو صغير في مانشستر يونايتد كان الراتب بتاعه قليل، وكان عشان يعمل فيها روش ويصرف على عيلته كان بيسرق جزم اللاعبين الكبار في أوضة اللبس عشان ياكل هو وعيلته بالكامل. ومش بس كده، كان بيبيع الجزمة بسعر 25 جنيه استرليني بس، وكان بيشتري بيهم وجبات فراخ كومبو للعيلة بالكامل. موريسون كان متمرد وهو صغير، وفي بداياته عمل كارثة مفيش ناشئ عاقل يعملها. بعد 3 شهور بس من مباراة النهائي الخاصة بالشباب اتحكم عليه بجريمة سرقة بالسلاح الأبيض. الشبح كان مش بيخاف ولا بيهمه مسيرته، وشايف انه هيكون فوق القانون. رافائيل موريسون لعب في أندية قمة وأندية غريبة زي ما لعب في ويست هام ولاتسيو ومان يونايتد. راح لعب في المكسيك في نادي أطلس، وتقريبا كان على صلة بالكارتلات في المكسيك، وهي عصابة مشهورة بأنشطة غير مشروعة. الشبح هناك قضى وقت قصير وقرر وقتها يرجع لأوروبا من تاني عشان يحيي مسيرته اللي دمرها بنفسه، وراح على نادي في السويد. بس هنا هو ستوب. النادي قال له هم 6 شهور بس يا شبح، يا تسترجل وتكون لاعب عاقل يا تمشي. وما قدرش رافائيل موريسون انه يبقى لاعب كورة. وهنا مش هنقولك رافائيل موريسون بقى دلوقتي في البيت لا نافع في بلطجة ولا حتى في كورة، وبقى جوه جدران مانشستر يونايتد محطوط كمثال للعيبة الصغيرة. شوف عايز مسيرتك تكون زي مين؟